أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. خليني أقول لك على تركاية جامدة جدا في الإكسل. احنا دلوقتي عندنا جدول زي ده فيه رقم الطلب، ورقم الطلب ده بيتنفذ من خلال كذا منفذ خدمة، ده وتواريخ التنفيذ، المنتج، الكمية اللي اتنفذت والقيمة بتاعتها. احنا دلوقتي عايزين نجيب عدد منفذي الخدمة لكل رقم طلب. يعني انا رقم طلب ده المفروض ان هو رقم واحد متكرر، عشان انا عندي اكتر من منفذ خدمة في اكتر من تاريخ، فانا عايز اعرف كل رقم طلب ده كام واحد نفذ الخدمة بتاعته. لو انا جيت هنا كده ورحت عامل بيفت تيبل، ورحت واخد رقم الطلب، ورحت واخد منفذ الخدمة دي عددها، هتلاقي مديني ارقام ان رقم الطلب الاولاني اتعمل ب3 منفذي خدمة، رقم الطلب الثاني اتعمل ب4 منفذي خدمة. الارقام دي كده مش مظبوطة. ليه؟ لان هو يا دوبك كل اللي عمله اللي هو عد منفذي الخدمة لكل رقم طلب، بعيد بقى عن مراعاة ان ممكن يكون منفذ الخدمة عمل حاجتين من رقم الطلب، مش حاجة واحدة او 3 حاجات. طب نحسبها ازاي عشان ما يبقاش فيها غلط؟ هنيجي هنا نزود عمود ونعمل المعادلة الجميلة دي. هنعمل كاونت A، وبعد كده نختار معادلة يونيك ونعمل فلتر، وهنا في معادلة فلتر هنحدد الاري اللي هو هيشتغل عليه اللي هو منفذ الخدمة، نحدده ونثبته ب F4. بعد كده هنحدد على رقم الطلب اللي هو بيحتوي على ايه، وبرضو هنثبت دي وهنقول له بيتساوي A2 اللي هو اول خلية عندي في رقم الطلب. بس انا كده خلصت، هعمل انتر واقفل. كده هو قال لي ان رقم الطلب ده عدد المنفذي الخدمة اللي جواه 2. هنكرر بقية المعادلة على الجدول بتاعنا كله، وهنسمي هنا مثلا نسميها كاونت A. لو احنا جينا حدثنا البيفوت دوت وعملنا بيفوت جديد، وجينا شفنا رقم الطلب زي ما احنا كنا عاملينه ومنفذ الخدمة العدد، تعال بقى نشوف الفرق ما بينه وما بين المعادلة اللي احنا عاملينها، وعشان تشوف ليه العدد ما كانش مظبوط. هنحط هنا الكاونت ايه عشان احنا طبعا مش عايزين انها تتجمع ولا تتعدى ولا الكلام ده كله، انا عايز الرقم زي ما هو، فبالتالي بضطر احطه في الرو. وباجي هنا من ديزاين اعدل شكل الجدول بتاعي، يعني اخليه كده واشيل التوتال والسب توتال واشيل العلامة اللي موجودة دي، بقى جدول عادي. بقى كده رقم الطلب بتاعي اللي هو الاولاني ده قاري معايا في المعادله اللي احنا عملناها ان عدد منفذي الخدمه بتاعته 2، لكن لما انا خدتها كاونت على طول من منفذي الخدمه قال لي ان دول عددهم 3. نفس الكلام رقم الطلب اللي هو اخره 2 هو اللي نفذ الكلام ده 3، هو قاري 4. طب ما تيجي نشوف الكلام ده كده من الجدول. لو انا عملت فلتر على الاولاني بس، هلاقي ان منفذ الخدمه فعلا عددهم 3، لكن هنا هو عدد 2. ليه؟ لان عندي هنا النوعين دول اللي نفذ الخدمه بتاعتهم رقم 12 هو اللي جاب لي الطلبين دول، فبالتالي انا عندي 2 بس منفذي خدمه مش 3. لو احنا شفنا رقم الطلب اللي بعده، هنلاقي ان عدد الارقام رقم الطلب مع منفذي الخدمه بيدينا 4 فعلا زي الكاونت معادل، لكن عدد المنفذي الخدمه الصحيح هو 3، لان انا عندي رقم 11 عندي رقم 12 منفذ لي 2، فدي كده 2 ودي رقم منفذ الخدمه رقم 2، يبقى احنا كده عندنا 3 منفذي خدمه داخل الطلب ده. ده ممكن يمشي معاك في طلبات شراء، في اوامر مخازن لو انت بتصرف من اكتر من مخزن، طلبات شراء بتنفذ من اكتر من مورد، فده هتنفع معاك في اي حاجه من كده ان انت تعد رقم الطلب انت نفذته على كام سبلاير او كام مخزن او كام منفذ، وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.